مرحبا ويسعد لي مساكم يا رب وكل أوقاتكم. كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم رح أحضر حبوب على الطريقة، ما بعرف اسمها الشامية أو التركية أو ما بعرف، لأنه بصراحة بيشبهوا بعضهم كتير. أنا هداك اليوم نزلت الحبوب على طريقتنا الحلبية، ففي كتير صبايا استغربوا وبعتوا لي إنه هذا ما اسمه حبوب. نحن الحبوب عنا بنحط له كل أنواع الحبوب، يعني بنحط له فاصوليا وبنحط له فول وبنحط له كتير شغلات. فصراحة صار عندي فضول، استغربت أنا كمان من طريقتهم، وصار عندي فضول إنه أجربه، لأنه أنا كتير بحب أجرب أكلات جديدة يعني غريبة. فدخلت على اليوتيوب وتصفحت شوي على صفحة الشيف عمر وعلى صفحة كتير شيفات شوام، ولقيت كتير طرق يعني، بس بالأخير قلت بدي أجرب طريقة الشيف عمر، لأنه يعني هي الطريقة الشامية الأصلية. حطيت هون كاستين ونص حنطة، وحطيت كاسة حمص وكاسة فاصوليا، وهو بده بيحطوا له فول كمان، بس انا ما عندي فول لذلك رح يعني الفول ما رح اضيفه. وحطيت هون زبيب ومشمش مجفف، وهي هون بهارات هن بيحطوا له ينسون وشمرة. انا ضفت من عندي شوية قرفة، قلت لحالي بس تطلع طيبة يعني. وراح احليه كمان، شفته بالفيديوهات ناس عم تحليه بالسكر، ناس بالدبس. انا راح احليه دبس التمر، واشوف اذا بيحتاج كمان سكر راح اضيف، وراح اشوف شلون بده يصير واحكي لكم عن النتيجه. يعني متشوقه انا انه هيك ادوقه بصراحه، يعني بحب هالنكهات هيك مع بعضها لاشوف شلون بده يطلع. طبعا الحنطه مسلوقه وهي يعني غبت المي كلها. الحنطه مسلوقه والحمص مسلوق كبيت ميته، والفاصوليا كمان مسلوقه كمان كبيت ميتها. هلا رح اضيفهم فوق بعضهم كلهم، يعني سلقت كل شيء لحال، لانه في شغلات بتطول شغلات بتستوي بسرعه، لذلك سلقت كل شيء لحال. وهلا رح اضيفهم على بعضهم، بعدين احط له مي. ممكن ينطبخ بالمي، ممكن ينطبخ بالحليب، بس انا رح اساويه على اصوله مثل ما شفتوا يعني عم يعملوه بالمي، واحط له البهارات وباقي الاشياء، وبفرجيكم، خليكم معي افرجيكم الطريقه كيف بالتفصيل. بدي اخلط اول شيء المكونات كلها مع بعض، وبدي اطلب منكم طلب. اللي اول مره بيدخل على قناتي او اول مره بيشوف فيديوهاتي، بتمنى تعملوا اشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم فورا الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وبنرجع لنكمل مع بعض الحبوب على الطريقة الشامية. هلا حطيت الحبوب كلها مع بعض، حطيت الحنطة مع الفاصوليا مع الحمص والزبيب والمشمش، مفرمته المشمش هيك لقطع. وهلا رح اضيف فوق المي واضيف له البهارات واحليه بالتمر واتركه يغلي. هلا انا الفاصوليا مستويه مثل العاده، بس مي مهموس، يعني مي مع مستويه كتير انه فاتحه، بقيان يعني شوي عليها يعني. والحنطه نفس الشيء، والحمص كمان يعني ما تركته انه ينهمس كتير، مشان هلا مع الغلي هلا بدي يكملوا استواء يعني مع بعضهم. وطبعا كمان ما رح اخليهم يغلوا كتير، احتمال اضيف لهم شويه نشا اذا شفتوا ما كتير سمك يعني بسرعه. هلا لا اشوف شلون، ورح اضل عم بصور معكم. هلا رح اضيف مي سخنه غليتها، ورح اضيفها مشان ما يطول كتير على النار. هلا بعد ما ضفت المي السخنة بحركهم مع بعض، وراح اتركه بقى على النار يغلي لحتى يستوي ويتسبك كله مع بعض. بهالوقت راح اضيف له البهارات. قلت لكم انا يعني ضفت على البهارات بس قرفة، لانه بتوقع يطلع يعني نكهة القرفة طيبة معه. وهلا عم بحط الدبس، حطيت كمية منيحة والله من الدبس، تقريبا هاي العلبة حطيت نصها، بس مع ذلك حسيته ما كتير حلي يعني، وحسيت سكره قليل، لذلك رجعت ضفت له سكر. وما بعرف لاحظت انه ما رح يسمك كتير، لانه هيك حسيته رح يضل مريق، فدوبت معلقتين نشا بشوية مي وضفتهم فوقه كمان، بس صبيتهم هيك شوي شوي نقطة نقطة على الخفيف، مشان ما يجمع على بعضه يعني، ويعطي هيك يعمل تكتلات. بتعرفوا النشا لما بنطبخ بنصب فوق شي سخن فورا بيجمع على بعضه، بيعمل تكتلات وبيزرزر يعني نحن بنقله. لذلك صبيته شوي شوي مشان يفرط ويطلع هيك قوامه كويس. وهلا بعد ما غلى هلا رجعت ضفت له كمان سكر، طبعا كل شوي واحد بيدوقه لحتى يعدل الطعم مزبوط. وهيك تقريبا وصلت للسماكة المطلوبة. هيك انا وقت شفتهم عم يطبخوه هيك شفته بهالسماكة صار. هو طبعا بده يكون مريق، بس ينصب ويبرد رح يسمك شوي. هلا هيك تقريبا صار جاهز. بتركه هيك كم غلوة بس،
وبعدين هلا رح اصبه بقى بالصحون واتركه على طرف مشان يبرد. بعدين بدنا نزينه. هلا الدبس حسيته عطى طعمه طيبه. ما بعرف، ذكرني بأكلة كنا نعملها بزمان وبحلب اسمها خبيصة الدبس، إذا بتعرفوها، هيك مع الجوز كتير كنت أحبها. لذلك هذا حسيته رح يطلع طيب، لأنه طعمة الدبس طيبة طلعت بقلبه، بس إنه ولونه تغير، صار عطى لون غامق من الدبس طبعا. إيه بس حلاوة ما حلا، اضطريت إنه أضيف له سكر. هلا أنا بصراحة ليش حبيت أجربه؟ أنا كتير بحب الأكلات المفيدة والمغذية، وهذا بما إنه فيه كل أنواع البقوليات وفيه مجففات وهيك شغلات، لذلك فواكه يعني مجففة، لذلك يعني هو مغذي كتير. أنا ردت إنه ما أحط سكر، بس اضطريت يعني لأنه الحلاوة قليلة. المهم هلا رح نصبه بالصحون ونتركه. شايفين شوي مريء، بس هلا بسمك. بعد ما يبرد بيسمك. ايه هلا بعد ما نصبه نحطه على طرف يبرد، بعدين رح نزينه. هلا الريحة عن جد يعني فظيعة، كتير الريحة لذيذة. هلا اللي بيحب طعمة هاي البهارات، يعني اللي بحب طعمة هاي الشمرة واليانسون وهاي القصص البهارات رح يحبوا أكيد. بس اللي ما بحب طعمة هاي البهارات فينه يعمله ما يحط له بهارات، يحط له بس قرفة مثلا، فكتير بتتغير طعمته يعني. وهيك هلأ بعد ما خلص وصبيناه وبرد تاني يوم رح نزينه. هلأ هو صراحة الزينة هي اللي بتعطيه كمان الطعمة الطيبة. المكسرات يعني كتير بتغير الطعمة، والزينة أساسية يعني في وقت التقديم. بنحط له هالزينة هاي. حطيت جوز هند وجوز، وحطينا لوز وكاجو وزبيب كمان، ورجعنا رشينا عليه قرفة. كتير صارت طعمته طيبة. المكسرات لحالها هيك شكلها بشهي، وممكن واحد يقليها وممكن يحطها بلد قلي. كمان بتطلع طيبة. هي المكسرات كتير بتعطي طعمة لذيذة وطيبة. وبتقدم هيك هلأ صار جاهز. أنا حبيته كتير. طعمته كتير مميزة وغريبة يعني. تغيير شكل يعني عن حبوبنا نحن. يعني في نوع واحد هيك يشكل هيك وهيك. وأنا صراحة وأنا عم بتصفح باليوتيوب كمان شفت الطريقة التركية. الطريقة التركية كتير بشبهه، بس هداك بالحليب وفي له كمان هيك شوية إضافات كمان. صراحة اشتهيت أجربه، قلت لكم أنا بحب أجرب هاي الأكلات الغريبة والجديدة. هداك بعملوه يمكن هيك له مناسبات يعني عندهم. كمان رح أجربه وبنزلكم كمان إن شاء الله الطريقة قريبا. وهيك خلص الفيديو معنا لليوم، خلصت وصفتنا لليوم. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وإن شاء الله يكون حبيتوا الحبوب. ولا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة مثل ما قلت لكم. وإن شاء الله يكون ما مليتوا من طول الفيديو. طبعا حكيت لكم إنه أنا مضطرة أطول فيديوهات هون على اليوتيوب. اللي ما بحب الفيديوهات طويلة فينه يشوفها على صفحتي على الانستغرام أو على التيك توك. يعني هناك بنزل وصفات كلها بس بشكل مختصر، مو أكتر من دقيقة. شكرا كتير لمتابعتكم، وأهلا وسهلا فيكم، وباي باي.